من أنشطة نعم. مؤسسة فذكر نعم. في رمضان. لذلك كان من أنشطة مؤسسة فذكر في شهر رمضان موضوع إطعام الطعام. احنا عايزين نستهدف، احنا بنعمل 1000 وجبة يوميا في رمضان علشان يبقى 30,000 في خلال الشهر كاملا. احنا عندنا كنا استهدفنا في السنوات الماضية 20,000 كرتونة رمضان. السعر اللي هيلاقوا المشاهدين أسعار الكرتونة موجودة على الشاشة من 400 جنيه وطالع بحسب العبوة وبحسب كذا وكذا داخل العبوة والأنواع الموضوع داخل العبوة والكرتونة من 400 جنيه متوسط بتاعها 400 جنيه. بنقول دايما ان احنا سبحان الله العظيم ان في رمضان تحديدا الناس العمال اللي في الشارع الذي لا يجد وجبه للطعام تاخذ انت مثل اجره. من افطر صائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجره، ياخذ مثل اجر الذي افطره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول خطبه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل المدينه: ايها الناس افشوا السلام، وعدد النبي بعض امور ومن ضمنها واطعموا الطعام. إطعام الطعام هذا من الأعمال الخيرة جدا اللي احنا بنجد أثرها في الدنيا قبل الآخر. لذلك أنا بقول لحضراتكم مؤسسة فذكر لما عرضت هذا العرض حكاية إن احنا يبقى عندنا 1000 على الأقل 1000 وموجودين بفضل الله عز وجل، وتم الاتفاق مع المطاعم ومع كذا ومع كذا 1000 وجبة يوميا. لا احنا عايزين ناخد الأجر ونستشارك جميعا الأجر.